السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. مرض الجدري أكتر سؤال بينكتب لي في التعليقات في الوقت دي، وهو والحشرات. عندي حشرات في الحمام وعندي مرض الجدري. مش ملاحظين ان الاتنين مرتبطين ببعض؟ ان الحشرات لما بتبقى موجودة الحمام بيجيله مرض الجدري. طيب هقول لك هنعالج مرض الجدري ده ازاي. يعني الموضوع سهل وبسيط جدا. موضوع علاج مرض الجدري سهل وبسيط جدا، اسهل مما تتخيل. ولكن خليني اقول لك وللامانه ان الجدري برضو ملهوش علاج بيطري جذري، ملوش علاج فعلي. طيب خلينا بس مع بعض كده مبدئيا عشان نسهل الامور مع الناس. انا دي ليمونه ودول شويه ملح، هقول لك انا هعمل بيهم ايه دلوقتي. طيب انت عمرك شفت مربي حمام بيقول لك انا نفسي يجي عندي مرض الجدري؟ انا المربي ده انا نفسي يجي عندي مرض الجدري. انت عارفين نفسي يجي عندي مرض الجدري ليه؟ عشان اقول لكم انا هعالجه ازاي. اقسم بالله لا إله غيره، انا ما شفت الجدري دي بقالي سنين. طب ليه ما شفت الجدري دي بقالي سنين؟ هقول لك انا بعمل ايه مع الحمام. ولكن يا شباب بتمنى ندعم الفيديو بلايك، صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصل الفيديو ده للناس. طيب الاول يعني خلينا بس يعني مقتنعين ان الحشرات لها علاقه بمرض الجدري. طول ما في حشرات عندك في الحمام، عندك ذباب ريش، عندك سوس ريش، عندك الحشرات اللي هي بتضر الحمام دي، اكيد مليون في المية هتلاقي عندك مرض الجدري. لان هي اكتر حاجه بتسبب مرض الجدري للطيور، اللي هو طبعا الحشرات زي ذباب الريش وزي سوس الريش والحاجات دي كلها. تعال نلف على العشوش سريعا كده، يعني ربما نلاقي فرد حمام عنده مرض الجدري عشان نعالجه مع بعض. ولكن هقول لك العلاج برضو ما تستعجلش. دي زغاليل اهيت ما شاء الله تعالى، هي الزغاليل اهيت ما شاء الله تعالى. شايفين الزغاليل عامله ازاي، صحتها عامله ازاي؟ ده جدري ولا اي حاجه. ولكن انا ملاحظ برضو حشرات. وبمناسبه الحشرات اوريك حاجه انا لسه برضو مشتريها للحمام اهوت شباب. ده الاوكسوميثرين. الناس اللي كانت بتسال على الاوكسوميثرين، الاوكسوميثرين 5%، ده اكتر حاجه بتجيب مع الحشرات. طبعا انا جايبه لان انا لاحظت برضو الفتره الاخيره بدا ان في حشرات. ده كمان افضل من الافرازيل. الحمام على الاكل هو عمال بياكل مفيش مشاكل. فالاوكسوميثرين يا جماعه الخير ده افضل حاجه ان انت تعالج بيها الحشرات. هستخدم سنتي على لتر ميه. ده هيبقى الفيديو بتاع بكره عشان النهارده بس ما نطولش على الناس الفيديو. دي زغاليل لحم فرنساوي يا شباب. اهي دي زغاليل لحم فرنساوي ما شاء الله. في الجدري في وش جدري مفيش جدري. طيب ليه؟ لان الحشرات اكتر حاجه بتجيب مرض الجدري. عدم نظافه العش. تعالى اوريكم عشوش بقى من اللي هي العشوش اللي هي معموله بريش. في حمام طبعا بيعمل عشوش بالريش، وفي حمام بيعمل عشوش بالقش، في حمام بيعمل عشوش بالحطب زي العشوش اللي زي كده. طيب عشوش زي كده يعني ده يعتبر ما يعتبرش عش، هم محصين على الارض. ولكن حمام بفضل الله تعالى حلو زي الفل مفيش اي مشاكل. ولكن انا الحاجه الوحيده اللي انا ملاحظها اللي هو ذباب الريش. طيب المرض الجدري بيجي عن طريق ايه؟ بيجي عن طريق الحشرات، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه الحشرات اللي هي اصلا موجوده في العش. في حشرات بتبقى في العش نفسه، في حاجات غريبه كده بتبقى تحت العش نفسه، فبترش ملاسيون. لو تلاحظوا الحيطه هي مرشوش عليها الملاسيون اهوت، وبنرش تحت العشوش ملاسيون بيطري 5%. مش هتلاقي عندك حشرات نهائي. الحمام شغال صيف او شتاء. الزغاليل هي نازله من العشوش. طيب قدر الله بقى وجاء عندي مرض الجدري. لو انا بقى خلاص، دي شايفين الزغاليل هي زغاليل الصيف، شايفين الزغلول عامل ازاي؟ وحش اهوت، وحش ما شاء الله تعالى. الاهالي بتاعته سايباه. طبعا انا خدت الزغلول الضعيف طبعا بعته. ليه؟ لان في زغاليل ضعيفه كده انا مش بحب اربيها. ده هربيه في حمام بيبقى حلو وفارق فبربيه. الاهالي بتاعته محضنه طبعا الحصى هي ما شاء الله تعالى. طيب تعالى بقى هقول لك يعني احنا هنفترض مع بعض كده ان عندنا حمام مريض بالجدري. هفترض ان حمام مريض بالجدري. ايه اللي هعمله؟ هنجيب زغلول برضو وهنشتغل مع بعض. الملح اهوت والليمون اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب الزغلول دوت كده اهو. ده زغلول حمام نفاخ. هنفترض ان ده مصاب بمرض الجدري. طبعا مرض الجدري يا جماعه الخير اكتر مكان بيظهر فيه، بيظهر في الوش وبيظهر في الاماكن اللي ما فيهاش ريش. يعني هتلاقي الاماكن اللي ما فيهاش ريش تحت الجناح، هتلاقي في وش الزغلول هتلاقي بيظهر حبوب. ده بسبب مرض الجدري. طيب خلينا اقول لك ان اكتر حاجه برضو بتنقل مرض الجدري اللي هو الناموس. لو انت ساكن في الارياف هتلاقي مرض الجدري عندك منتشر، لان الناموس ده برضو اكتر حاجه بتسبب مرض الجدري. هعمل ايه؟ طبعا لو في عندي طبعا اي مرض جدري بشيل الحبوب كده. انا بشيلها مثلا بملقاط، ممكن اشيلها بضافر عادي ما عنديش اي مشكله. ونبدا ان انا بقسم الليمونه دي، بقسم الليمونه ديت نصين، بقسم الليمونه دي نصين يا جماعه.
تمام. وببدا ان انا بعد ما اشيل الحبوب وببدا ان انا ادعك وش الزغلول او مكان المصاب بمرض الجدري، بدعكه دعكه كويسه بالليمون، بالميه بتاعه الليمون. وبعد كده بكويه بالملح، بجيب شويه ملح، وبكوي الجرح، بجيب شويه ملح وبكوي الجرح. ولكن خلي بالك من حاجه، ما تخليش الملح يجي جنب العين، في ناس بتبقى الجدري لازق في العين، فاعمل بحرص ما تخليش الملح والليمون يجي جنب العين، لان انت ممكن تعمل فرد الحمام او تضر فرد الحمام. طيب يبقى انا كده عشان يعني كده المفروض عرفنا علاج مرض الجدري. للاسف يا جماعه الخير الطب البيطري لحد النهارده ما اكتشفش علاج جذري لمرض الجدري، ده اجتهاد من المربيين. في ناس بتقول لك عالج بروح الخل، في ناس بتقول لك المسه الزرقاء، في ناس بتعالج بحاجات كتير. ولكن اكتر حاجه بتجيب مع الزغاليل اللي هي مصابه بمرض الجدري الليمون والملح، وده عن تجربه سنين بفضل الله تعالى. يعني انا بقول لك والله اقسم بالله بقالي فتره كبيره جدا ما شفت مرض الجدري دي عندي. ليه؟ لان انا بمنع الحشرات على قدر المستطاع من المكان، ما بخليش ناموس في المكان عندي، بنظف العشوش باستمرار، نظفت المكان باستمرار، مش هتلاقي عندك مرض الجدري. لان اكتر حاجه تنقل مرض الجدري عدم النظافه، اكتر حاجه تنقل مرض الجدري ان انت سايب الحشرات عندك في المكان. لا قدر الله حصل عندك مرض الجدري فانت بتعالج طبعا زي ما قلنا بالملح والليمون. الاكسوميثرين يا جماعه الخير هو راح فين اهوت؟ الاكسوميثرين ده لو انت كل 15 يوم عالجت بيه الحمام ونظفت سوس الريش وذباب الريش بالاكسوميثرين ده، صدقني مش هتلاقي عندك المرض ده نهائي، لان المرض ده اكتر حاجه بتضر عندك الزغاليل. اتمنى يا شباب يكون الفيديو النهارده يكون فيديو عجبكم، يكون قدم لكم معلومه. مش عايز حد طبعا يزعل من مرض الجدري، نظف المكان عندك، ربنا هيكرمك تقدر تفرخ بشكل كويس. اتمنى يكون الفيديو قدم لكم معلومه. اشوف الشغل على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.